اسعى واعملها 3 شهور، ارمي عجينه عشان اظبطها عشان اشتغل. اسعى كده وخد الطريقه البيز واشتغل عليها يا صاحبي، ما تقلدش. انا اسمي عمر قاسم، حلو، شاب كده لذيذ لسه متخرج ما بقاليش كتير. انا فكره المشروع دي انا عملتها زمان على فكره بايك، حبيت اعيدها تاني واعملها. احنا كل ما بنلاقي نفسنا كده بنقع نقوم رافعين نفسنا بحاجه كده جديده، نعمل حاجه كده شكلها شيك وشكلها حلو. فكره المشروع انا من كام شهر كنت شغال وكانت الدنيا بايظه شويه، قلت ايه اجيب بايك زي كده. دخلت شريك انا وواحد صاحبي، ما عجبتوش الفكره، ما حبش الفلوس اللي بتيجي من وراها كانت قليله. انا دوست على نفسي واستحملت، قلت اعمل الموضوع ده. ومن هنا بدانا نظهر على السوشيال ميديا ونعمل شويه فيديوهات نسوق فيها لشغلنا، مش عشان خاطر حبا ان احنا بنعمل فيديوهات، لا انا بسوق لشغلي عشان ربنا يكرمني ويرزقني بس كده، بسعى في الرزق يعني. انا كنت شغال قبل موضوع الماركتنج والحاجات دي في القهوه والحاجات دي، ودلوقتي بعمل حاجه جديده كل فتره وليها لون، بس الاهم ان انا اكون متنوع يعني متميز نفسي فيها واشتغل كويس واعمل حاجه بحب يعني. كل انواع القهوه، الفليفر، قهوه بندق، قهوه لوز، لوتس، شوكليت، نوتيلا، كل الحاجات دي موجوده عندي بفضل الله. وافل، قهوه فرنساوي، كابتشينو، عندي المكنه بتاعت الاسبريسو، لاتيه. اطعمه الوافل عندي زي ما حضرتك كده شايف، لوتس يا باشا، لوز، بيستاشيو، بندق، شوكليت، كاجو، وعندي كمان شوكليت بدون لبن صيامي اللي هي بالنسبه للاخوه. بس اعمل هنا سمنه نباتي، ما ينفعش الحيواني عشان خاطر بتدي زفاره شويه، بستخدم برضو اللبن نظيف. حاجات كل المنتجات عندي كده. عندي برضو نوتيلا اصليه عشان لو حد حب ان هو كده، عسل بالمكسرات، كل حاجه موجوده، انواع الصوصات كلها، شوكليت، كراميل، فراوله، توت كده يعني. ما بفضلش فكره محلات وبتاع كتير، وخلاص الالتزامات بقت عاليه جدا، والنهارده لو انت مش قد انك تحط نفسك في السوق ما تعملهاش. انا بس كل اللي بتمناه ان انا ابقى حياتي تمام ماشيه بالستر من عند ربنا، مش عايز حاجه ثانيه اكتر من كده. طبعا الواحد ليه طموح ان هو يعمل حاجه كويسه وكبيره وبتاع، بس هي بتمشي كده، مش كل حاجه احنا عايزينها بتحصل. احنا خلينا نقول يا رب، وانا طبعا عندي اهداف وحاجات بمشي عليها، بس بقول يا رب. وعلى فكره انا والدي متوفي من 20 سنه، فلازم اعتمد على نفسي، فاهم؟ هو اصغر مني بسنتين بالمناسبه، بس هو عنده مرض اسمه كرونز، بيحتاج حقن بيولوجي وحاجات زي كده. ادعوا له يا جماعه بالشفاء بالمناسبه، هو مريض شويه، عنده تعب جامد، فادعوا له يعني. ده شكل الوافل بتاعنا يا باشا، لوحه فنيه يا معلم. النهارده انت بتعمل الوافل منعا بقى للغش والحاجات دي. بص يا باشا، احنا بنفتح العلبه ونحط منها على طول. خراب بيوت لينا بس صحه ليك، عشان صحتك غاليه علينا بنعمل كده. في واحد يجي يقول لي يا عم حطها في ازايز صوصات، اعمل مش عارف ايه، والله بتصعبوا عليا. اللي انا اعمل كده احطها في ازايز صوصات، يبقى هتاخد كل كيلو شوكولاته من ده وكل كيلو سبريد من ده ياخد كيلو زيت. طب وليه بقى احنا نعمل كده في الناس؟ البيستاشيو ده بقى حاجه جامده جامده جامده، ده فستق، ده احنا بنعمل الوافليه منه ب 35 جنيه بس يا باشا. كراميل، ده البيستاشيو، وافل بطعم البيستاشيو. بنقدمه ازاي ده بقى يا باشا؟ انا بطلع الظرف الجامد ده، اسمه ده بنسميه الظرف الفي اي بي، يعني بنعمله كده في اي بي، ونقفل يا باشا حلو ونعمل بس كده يا باشا. عجينه الوافل دي حلو، دي سر من اسرار الفراعنه، عشان الناس اللي بتسال بتعملها ازاي وازاي بتظبط الوافلايه حلو. بص قوام العجينه ده عامل ازاي، ده متكلف ومصروف عليه، ده واخد كل انواع الخامات النظيفه. بص العجينه دي بتنزل على المكنه تعمل بوم، دي عجينه الوافل. الناس اللي بتسال بتتعمل ازاي، خدمها واعملها بضمير، هيطلع معاك الوافلايه كويسه، تطلع معاك نفس الشكل بتاع ده. الناس اللي ما بتعرفش تظبط طريقه العجينه بتاعه الوافل، هي هتطلع نفس الشكل ده كده حلو ومستويه ومظبوطه وكل حاجه متخدم عليها صح. ما تستخدمش بودر، ما تزودش البيض، ما تعملش الحاجات دي كلها، وهتطلع معاك العجينه كويسه وقوامها كويس. قوام العجينه مهم، الناس اللي بتعملها ميه دي اسمها عجينه مش عصير، بس كده. ده سر من اسرار الفراعنه انا مش هقوله. عجينه الوافل اسعى واعملها 3 شهور، ارمي عجينه عشان اظبطها عشان اشتغل حلو. اسعى كده وخد الطريقه البيز واشتغل عليها يا صاحبي، ما تقلدش. انا اسعاري بتبدا من 8 من 5 جنيه كوبايه الشاي حلو. اغلى حاجه عندي خالص هي البيستاشيو ب 35 جنيه، ولو قلت لك سعر الكيلو بتاعه هتقول لي انت ازاي بتبيعه ب 35 جنيه. ده الكيلو بتاعه عامل 220 جنيه، لما نبيعه ب 35 جنيه احنا بنحس بالناس. بغض النظر بقى عن وقفتنا احنا هنا كده في الشارع، في حاجات كده بتضايق، يعني حد تلاقيه مثلا معدي بيبص لك كده بصه اللي هو يا عم انا شغال، انا ببيع حاجه في الشارع، اعتبرني محل يا عم، ما تبصليش البصه دي عشان خاطر انا عامل عربيه ولا مشروع في الشارع، ولا عشان شاب بيبدا حياته بتاع. بص لي بنظره حلوه، انا راجل، انا مش فرشاج، انا بعمل حاجه كويسه وبحضر اكل. الفرق بس انا ما حطيتش يافطه ودفعت ايجار، فانا بحاول قدر الامكان ان انا امشي دنيتي عشان اعرف امشي اموري. عايز ابقى اسعى، انت برضو ربنا كرمك، ربنا فتحها عليك، بص لنا بصه حلوه، تعالى اشتري مني، شجعني.
كده ما بحبش الناس اللي هي بتتنك وتبص بصه مش لذيذه. والله كلنا يعني في الشارع هنا كل واحد بيتعب وكل واحد، وانت اللي بيبص البصه دي هو شقي وشاف. احنا بنعمل اكل وصحه الناس غاليه علينا، لازم نهتم بالنظافه عشان ما يحصلش اي مشاكل لاي حد. تقاطع شارع سليم الاول مع شارع سنان عند كوبري سنان في حدائق الزيتون في المحافظه القاهره.